لم أرى شعرا فوضويا كهذا من قبل، حتى الحلاقون يهربون منه. إلا أن لين كانت عاجزة عن الهروب. لم تتوقع أن تستخدم كل زجاجة الشامبو. لم يتم تنظيف شعر المرأة، بل ازداد اتساخا مع الغسيل. كانت لين تنظر إلى أظافر المرأة وكعبها العالي، ولم تستطع فهم كيف يمكن لشعر سيدة أنيقة أن يبدو كعش طيور. ولم يكن متوقعا أنه بعد الانتهاء من الغسيل اكتشفت لين أن شعر المرأة قد تشابك بشدة، فاضطرت لاستخدام المقص لقصه، لكنها لم تكن تعلم أن هذه هي بداية الكابوس. المرأة لم تكن راضية عن تسريحتها، وبعد ساعات من المجهود اضطرت لين إلى الاستفسار مجددا، وهذه المرة حصلت على رد مرض. وبينما كانت تقوم بلمساتها الأخيرة، سمعت فجأة المرأة تقول جملة غريبة. عندما سمعت لين تلك الجملة فتحت عينيها بدهشة، لكنها سرعان ما استعادت وعيها وقالت بنبرة حازمة: الحلاقة تحتاج إلى دفع المال. شعرت السيدة بالذعر، لكنها لم تظهر ذلك، وعند الدفع سلمت شيئا غامضا في يد لين وغادرت بكل أناقة. كانت لين في حيرة من أمرها، ولكن عندما رأت بوضوح ما في يدها غضبت وركضت خلفها، لكن المحتالة كانت قد هربت بالفعل.